السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بس بقى كده الفيديو بتاع النهارده فيديو طبعا عسل عسل عسل، طبعا علشان سيلا موجوده فيه. تعالوا نشوف هنعمل ايه مع بعض النهارده. بس يا ريت قبل ما نبدا في الفيديو بتاعنا تحطوا لايك للفيديو لو عجبكم، وتشتركوا في القناه لو لسه ما اشتركتوش. حابه ارحب بكل الناس اللي انضمت معانا، وطبعا اقول لكم نورتوا وشرفتوا قناتي. وما تنسوش اللايك يا جماعه عشان اللايك بيرفع الفيديو. اول حاجه كده بقى عملناها النهارده مشتريات. نزلت كده اشتريت شويه حاجات كنت محتاجاهم ناقصني بقالهم شويه يعني، فاني الاوان بقى ان هم يجوا. الاكياس ديت عجبتني قوي. اكياس كده بتغطي بيها مثلا طبق او حاجه لو هتشيليها في التلاجة، والكيس فيه شويه كتير، وكمان كان سعره رخيص جدا ب15 جنيه. جبت بقى توكة الهنا، وجبت برطمان كده فيه اساتك لسيلة عشان اعمل لها بيه شعرها، وجبت القطاعه ديت اللي بتقطع المخللات او البطاطس او اي حاجه، وكانت ب11 جنيه. وجبت بقى كده من كازيون، دخلت لقيت الرز عليه عرض، اشتريت كيسين رز، كيس مكرونه لازانيا دي نفسي فيها قوي، فقلت هجيبها واعملها معاكم ان شاء الله. وعايزه اغير البامبرز السيله، يعني اجيب لها مقاس اكبر. عايزه يعني اجيب لها مقاس يكون اكبر شويه، فبجيب كام واحده بس كده اجرب اشوف لو مناسب معايا، بروح رايحه بقى جايبه الباكيته تمام. وطبعا جبت اريال للغساله عشان ناقص عندي بقاله كام يوم، فروحت بقى اشتريت واحده كده. بتقعد معايا فتره بصراحه. انا بجيب اللي هي 9 كيلو دي، بس غليت قوي بقت ب 350 جنيه للاسف. دي بقى حاجات صابون، والتانية الصفرة دي عجينة بتعمل كمية صابون يعني حوالي 8 كيلو جبتها. وطبعا الطيط دوت ده مش فيه طيط، ده انا بوديه عند بتاع الصابون، بملاه يعني صابون او حاجة، يعني ده مش طيط تمام، يعني حاجة سايبة بس حطها جوه الشركن. بس كده دي كانت المشتريات اللي جبتها معاكم. قلت بقى كده ادخل احط غسيل في الغسالة. بصوا شايفين سيلة عشان اعرفكم ان هي لازقة ورايا في كل حاجة، دخلت ورايا الحمام. حطيت الغسيل وشغلت الغسالة، وتعالوا بقى كده ندخل على الأوضة المكركبة دي نروقها كده مع بعض. بصوا جت ورايا هنا اهي عشان بس ايه تبقوا عارفين. عايزه اقول لكم ان هي لسه صاحيه من النوم. انا بطلعها لكم وهي منكوشه عادي جدا. على فكره انا بحب الطفل على طبيعته قوي قوي قوي، يعني شكلها ده بيعجبني جدا، وبحسها كده ايه كيوتة وجميلة. انا بحب شعرها منكوش كده زي ما انتم شايفين. فانا بطلعها لكم بطبيعتها والله العظيم. يعني انا عامه كل حاجه عندي على الطبيعه كده، ما بحبش زواق في الموضوع. طبعا بقى كده انا مش شايله الملايه غسلاها، وكمان شايله الفرش السجاد، يعني زي ما قلت لكم قبل كده كذا مره ان انا هفرشه على العيد بقى باذن الله. جبت بقى كيس المخده، بنفض طبعا الشباك، بنفض بيه كل حاجه. يعني كيس المخده ده الراعي الرسمي للتنفيض يا جماعه. اعتقد كل ست بتعمل كده، تفك كيس المخده. انا لسه بقى هروح ادور على حته تنفيض ومش عارفه ايه، ما كده كده هيتغسل بعدين. هو انا بنفض بيه ايه؟ السرير يعني مش حاجه. دي بقى الكفر بتاع المرتبه، بشيل بقى كده وبنفض كويس جدا. انا كنت فاتحه تحت السرير يوم ما المجاري كانت مبهدله الدنيا، هي ما جاتش تحت السرير، ولكن انا كنت لسه عاملاهم يعني، فمش هفتح تحت السرير النهارده يعني تمام. هو ما فيهوش حاجه. هنفض بقى كده تنفيضه كويس جدا، ونفرش ملاية جديدة نضيفة، يعني ننفض الدولاب، ننفض الكومودينات، بنفض الحيطان، بنفض كل حاجة في الشقة، في الأوضة يعني تمام. بحب انفض كله كده، وبعد كده اكنس الارض وافرش الملاية، والمع في الاخر خالص لو هلمع مثلا الازاز او حاجة. واخر حاجة خالص بمسح الارض، عشان بقى ايه خلاص انا هخرج من الأوضة يبقى الدنيا كلها كده تمام. طبعا كلكم نضاف جدا وشاطرين، ولكن احنا بنتشجع من بعض. انتي تشوفيني كده مثلا بعمل تجيلك شويه نشاط فتقومي تعملي شغل بيتك، وهكذا. انا برضو بتفرج على فيديوهات روتين كتير جدا، انا بحب فيديوهات الروتين قوي اصلا. بالذات يعني من ناس معينه بحبهم اصلا، فبقعد اتفرج عليهم. وبصراحه كده برضو باخد منهم طاقه ايجابيه وبتشجع. احنا كلنا بنعمل الحاجات دي في بيتنا، ما فيهاش اي افتكاسه، ولكن ما هو الا ان احنا بنتشجع من بعض. بس بالنسبه بقى كده للدكتوره سيلا القمر دي، هي فين دلوقتي؟ هي دلوقتي انا قفلت باب الاوضه عشان ما تدخلش، وسبتها مع هنا بره. هي كده ورايا ما شاء الله في كل حته. عارفين انا لو داخله الحمام بتدخل ورايا، والله العظيم. انا عايزه اعرف هو كل الاطفال كده؟ اصلا انا نسيت ايام هنا وياسين كانوا بيعملوا ايه. تخبط على الباب، اقول لها عايزه ايه يا سيلا؟ اه. اه دي هي ما بتقولش غير اه دي، وتشاور بصباعها.
ومش ببقى عارفه هي بتشاور على ايه. هي اي حاجه بتشاور عليها، عارفين صباعها ده تشاور على اي حاجه كده وخلاص. فبحاول ان انا افهم منها حاجه، بس هي مش بتتكلم يعني. وانا بقى بطوعها، اللي هو قال ايه البنت بتتكلم، عايزه ايه يا حبيبتي دي، ماشي حاضر يا لولا، وهي مش بتقول حاجه، وهي مصدقه نفسها وتبقى ايه بتهزلي راسها اللي هو ايه، ماما فهمتني يعني. عارفين انا بضحك عليها وهي عارفه، وهي بتضحك عليا وانا عارفه، وكله بيضحك على كله، والدنيا والدنيا ماشيه والحمد لله. بصوا بقى كده، انا بحب الملايه دي قوي قوي قوي. إيه على فكره هي لونها على الطبيعه احسن من كده خالص، هي بهتانه هنا ولونها باهت كده. هي لونها ابيض في الكشمير الفاتح. حتى المفرش اللي انا فرشاه دوت او الكوفرته دي لونها كشمير فاتح عن كده، يعني لونها احلى من كده. بس مش عارفه هي ليه جايه بهتانه كده في الصوره. الملايه دي انا كنت شاريها جاهزه كده ب125، بس هي مش قطن للامانه يعني، فانا عايزه اجيب منها قطن بقى ان شاء الله. عايزه اجيب ملايات على العيد باذن الله باذن الله باذن الله، من غير مقاطعه كده، ونجيب ملايات جديده على العيد باذن الله. بس خلاص كده. بصوا السرير بقى زي الفل اهوت. عايزه اخد رايكم في حاجه. شايفين الحيطه اللي هي ورا السرير دي؟ عايزه اعمل فيها ورق حائط 3 دي كده، تكون حاجه رسمه كده ايه، رسمه حلوه كده، فاهميني؟ يكون لونها برضو فاتح. انا عايزه بصراحه اعمل لونها كشمير في رمادي، يعني حاجه كشمير كده في رمادي، لان انا عندي الاوضه رمادي ومدخله فيها كشميرات. فقولوا لي ايه رايكم؟ ولا اجيب الثلاث طبلوهات اللي هم الخشب دول، يكون برضو مكتوب عليهم حاجة او رسمة او منظر طبيعي كده، وعلقهم كده فوق بعض يدوا منظر وانتي داخلة على الأوضة؟ ولا اعمل ستارة، هي اي مش هتبقى يعني ستارة شكل، فاهمين قصدي؟ يعني ستارة تديني شكل كده للحيطة من ورا، هي مش هتداري، مفيش شباك يعني ورا السرير، ولكن انا عايزة اعمل شكل كده من وراها. فانتوا ادوني رأيكم، قولولي ايه. بس انا مقتنعة ورق حائط كده يكون فيه رسمة 3D تكون شكلها حلو كده. وطبعا برضو رأيكم في الكومنتات تقولولي اعمل ايه، عشان انا عايزة اغيرها. خلاص انا كده خلصت بقى، وطبعا الصالة كده رتبتها وظبطت يعني الشقة بره، والمطبخ انا غاسله المواعين ومنضفاه من بالليل. قولولي ليه؟ عشان انا خارجه، ولما بكون خارجه ببقى عامله حسابي، فتلاقوني بقى ايه، عامله كل احتياطاتي. بصوا القمر ده اهي، شفتوا الكيته؟ بصوا بتسرح شعرها على فكره، وشعرها بيتلم والله وناعم وجميل. بس انا بحبها منكوشه اكتر يعني. خلصت بقى اللي ورايا، وهنا كانت في النادي وانا نازله لها، وعشان ياسين كمان عنده تدريب النهارده، فانا بقى كده نازله. فخلصت اللي ورايا، وطلعت حاجه اعملها للاكل لما ارجع. يعني كنت هعمل كبده كده، فمش بتاخد اصلا 10 دقايق، فقلت لما ارجع، او لما برجع على طول قبل ما بقلع هدومي اخش على طول ان انا ايه، اعلق على الاكل وخلاص. وبقعد ما بياخدش نص ساعه، لان انا عارفه انا هعمل كبده بس كده وسلطه، فمش بتاخد وقت يعني. فما رضيتش اعملها قبل ما انزل. زي ما انتوا عارفين الكبده بتحب تتاكل سخنه كده وجميله. بصوا بقى سيلا والقمر، عايزه اقول لكم ان انا علشان اسرح لها واعمل لها القطتين دول انا خدت حوالي نص ساعه، بس انا مسرعه الفيديو جدا يعني. بصوا يا نهار عكايته. طب بذمتكم وهي منكوشه احسن ولا لا؟ انا كنت ملبساها طقم تاني، بس هي بقى شدت منه الورده وقطعتها فاستبوخته، فقمت مغيره لها الطقم ده. ده بقى بعد ما رحنا النادي وسبتها تنطلق. بصوا القمر، بس كل شويه تقع، كل شويه تقع، وهي فرحانه بنفسها قوي عايزه تجري. هي لسه بتتعلم المشي، بس هي بتقع كتير. فانا سبتها تنطلق بقى، وقلت لها ايه، افرحي يا حبيبتي. بصوا كل شويه يا عيني تروح واقعه. اتمنى لو الفيديو عجبكم تحطوا له لايك وتشتركوا في القناه لو لسه ما اشتركتوش. اشوفكم على خير ان شاء الله.